يلا بينا ستوري تايم. جات لي حاله في العياده اخر متابعه، بتقول لي يا دكتور انا ميعاد المتابعه بتاعتي وعايزه اتوزن. نقف على الميزان زايدين 1.5 كيلو. زعل بقى وشها حمر وصفر وخضر، وازاي انا بعمل دايت عشان اخس ولا عشان اتخن؟ اكيد الدايت يا دكتور انت مديهوني فيه حاجه غلط. طب اقعدي يا ست الكل استهدي كده وحكي لي ايه اللي حصل. تقعد انا ماشيه على تعليماتك مظبوط واللي انت قايله لي عليه، والدايت اللي احنا مظبطينه سوا بالمواعيد بالتوقيتات بكل حاجه. طيب عليكي بيريود؟ لا. كلتي حاجه فيها موالح كتير؟ لا. نومك مظبوط؟ في ستريس في يومك؟ لا. طب امبارح يومك كان حلو؟ قالت لي ده كان جميل جدا، اصل احنا كنا خارجين. حلو جدا. وحصل ايه في الخروجه؟ ابدا، رحنا مطعم طلبنا حلويات غير الكريب غير البيتزا، وبصراحه زودت في الاكل. هنا بقى صمت. نعم عملتي ايه؟ اخدتي الفري امبارح؟ انا ما عنديش مانع ان انت تاكلي، بس ليه اخد الفري امبارح؟ انت عارفه يعني ايه فري؟ يعني انا ممشيكي كل يوم ساي على 1600 كالوري، 1800 2000 على حسب احتياج جسمك. تيجي انت في اليوم الفري تضربي ل 3000 و4000 و5000 كالوري في اليوم. ما عنديش مشكله وابقى الف هنا وشفا. بس انت عارفه الفري ده عمل ايه؟ الفري الجسم بعد انتظام وقت طويل من الدايت بيحصل حاجه اسمها احتباس ميه. كميه النشويات اللي انا اكلتها او الحلويات او حتى الدهون بتتخزن على هيئه ووتر تنشن، مش بتتحول فات على طول خالص، ولا اليوم ده هيتخني. بس انا بعد الفري على طول بيحصل الووتر تنشن اللي احنا اتكلمنا عنه، فببان ان انا منفوخه وورمه لمده 48 ساعه، وبتبدا تنزل بالتدريج لو انا رجعت لللايف ستايل بتاعي تاني. فما تاخدش الفري قبل الميزان تماما، علشان حضرتك هتقف على الميزان وتلاقي نفسك زايد وتكتئب وتزعل وتقول مفيش فايده في الدايت وانا هسيب الدايت ده ملوش لازمه ده بيتخني. حضرتك بس كل التركايه ان انت بتقعد بعد الوجبه الفري على الاقل اسبوع كمان لغايه ما ترجع تتوزن تاني والسوائل دي تنزل ووزنك ما يتاثرش بالوجبه دي. لو سبت الدايت مش هيبقى احتباس ميه بقى، هتتخزن لفاتس وتتغير ونرجع نهاتي ونقعد شهر او شهر ونص عشان ما ننزل الكيلو او الاتنين اللي زادوا دهون. الدهون مش هتزيد من وجبه، هيحصل احتباس ميه مؤقت. لو رجعت تنتظم في الدايت تاني بسرعه هينزلوا مش هيحصل اي حاجه، لكن لو انتظمت في العك هتتحول بقى لتخزين ميه وهنزيد كيلو و2 و3، وده هنقعد فتره طويله عقبال ما ينزلوا. اوعوا تتوزنوا بعد فري بتاتا. خدوا الميزان بتاعكم والمتابعه بتاعتكم، بعد كده خدوا الفري زي ما انتوا عايزينه بألف هنا وشفا.